معايا تليفون. استنى اما الفقره تيجي وبعدين قالوا لي تليفون. مستشار مرتضى منصور، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد، ازيك يا استاذ مرتضى؟ الحمد لله تمام. كنت بقى ليه اتابع عليك يا استاذ مرتضى لما حضرتك انت عارف، انت يعني انا اعرفك من 15 سنه وانت تجاهد دائما لمكافحه الفساد، واتصلت بيك مره منذ فتره وقلت لك ده انت اصبحت مثل اعلى لكل المحاربين للفساد. حضرتك طلعت قلت اذا كان حسن صقر ارسل هذا التقرير من 48 ساعه فدي شخصنه للامور، اما اذا كان طبيعي او قانونا ان هذا التقرير يرسل الى الاتحاد المصري لكره القدم ويمنحه المجلس القومي شهر للرد على هذه المخالفات، وفي حاله عدم الرد يجوز او يحق لحسن صقر اذا كان يرى ان هناك مخالفات ماليه ان يحولها للسيد النائب العام. اللي انا بقوله حضرتك ده صح ولا غلط؟ من الناحيه القانونيه. استاذ محمد دلوقتي انت اولا طرف في هذه القضيه. نعم طرف؟ طرف طبعا. نعم طرف بينك وبين سمير زاهر القضيه في محكمه الجنايات، فسيبني انا اتكلم بقى، انا مش طرف. اتفضل. يعني انت لما تقول بصراحه اي حاجه انت لا هو انا ما فيش بيني وبينه قضيه، هو اللي بينه وبيني قضيه. يعني اذا في انا كاعلامي يعني ده شغلي. بص عايز اقول لك القانون الاجراءات الجنائيه وقانون الرفعات بيقولوا انت دلوقتي قاعد في مكان القاضي، انت هنا الاعلامي هو زي القاضي بالظبط. نعم. يكون في خصومه بينه وبين احد الاطراف للدرجه الرابعه، يعني هو قرايبه يعني لغايه الدرجه الرابعه ما بيحكمش وما بيتكلمش في القضيه. فانا بس انا اللي ليا عتاب عندك انك انت يعني خلي الناس تقول وجهات نظرها، وانت في هذه الحاله تبقى صامت. ليه بقى؟ ادام في قضيه في المحكمه فانت هنا اصبحت طرف، واي كلام هتقوله حتى لو صح انا هفسره انك انت مشخصن القضيه. خليني بقى اقول انا رايي بقى. اتفضل يا استاذ مرتضى. الجزئيه دي ناخد الجزء الثاني، احنا عايزين نفرق بين رايي القانوني وبين ان انا هاخد القضيه وبين ان انا ضد الفساد. تمام. ضد الفساد دي ده انت عارف كتاب انت عارفه مرتضى منصور 25 سنه ضد الفساد. بالظبط. محدش يتكلم فيه. لو انت قريت تصريحي في مصر اليوم النهارده كلامي واضح. انا على فكره رايح مجلس القومي بكره. نعم. انا ما بهزرش، ما اعرفش اهزر يعني. ما اعرفش اقول كلام واعمل عكسه. هطلع على كل الاوراق. نعم. زي ما انا قلت. اذا تبين ان هناك فساد، يعني في ناس سرقت او سهلت الاستيله. نعم. واهدرت. نعم. ضد. نعم. لو لقيت ان ده تلكيك. نعم. زي ما حصل معايا ناقص 10 طوبات وانا اللي عامل السور كله على حسابي، يبقى انا في الخندق الثاني. تمام. يبقى خلصنا من الجزئيه الاولانيه، نيجي بقى والثانيه خلصنا منها اهو. تمام. ما بغيرش مواقفي، ما بغيرش مبادئي، انا ضد الفساد ضد الفساد. تمام. نمرة 3 بقى الراي القانوني. يا اخي انت بتاخد رايي بقى دلوقتي كراجل محايد. تمام. لائحه واضحه، لائحه الاتحاد والقانون اللي هو القانون اللي بينظم عمل الانديه والاتحادات اللي هو قانون الهيئات. نعم. حضرتك النهارده انا عندي في تقرير جهاز مركزي للمحاسبات بيكتب تقرير طبقا لحالتين. الحاله الاولى لو في تحقيق في النيابه اللي هي بتطلب، او التقارير الدوريه. نعم. بحكم عمله انه هو كل سنه بيقول والله السنه الماليه اللي فاتت دي نعم رجعنا الميزانيه لقينا فيها في عجز في الموازنه كذا، في ايرادات ناقصه، في فلوس عند الناس ما حصلتهاش. ده التقرير الدوري. نعم. التقرير الدوري ده بيتبعت لاتحاد الكوره واتحاد الكوره او الانديه سواء هنا او هنا، ويرد عليه. نعم. خلاص. نعم. نيجي بقى في الواقع اللي احنا فيه، انا كل معلوماتي من طرف واحد. نعم. ومن الصحف. نعم. عشان كده انا بكره في المجلس القومي للرياضه. نعم. لان اللي كتب في الصحف ان اتحاد الكوره شيكات ما حصلهاش بقاله 5 6 سنين، دي مشكله اتحاد الاذاعه والتلفزيون ومشكله الجهات الاخرى. مش ادام انا طلبت وانظرت ورفعت قضايا ما تسالنيش. الموضوع ما فيش اتحاد الاذاعه والتلفزيون خالص يا استاذ مرتضى. انا بقول لك ده انا سمعت من طرف. اصل انا ممكن ابعت لحضرتك التقرير اللي معايا ومن بعض الصحف. نعم. خلاص. نعم. لو في بقى ان المفروض فلان الفلاني جاب مقاول، المقاول ده ياخد 10 قروش اداله 12، ده تسهيل السيله على الملعب. نعم. المفروض علي ما يسافرش، سافر، ده اسمه تربح. نعم. واستغلال وظيفه. تمام. 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 الكلام ده اللي بيحكمه الورق. تمام. انا مش هقول لك طبعا يعني انا طبعا كان الاستاذ سمير زاهر بيكلمني الصبح، هو طبعا وانت نفسك قلت ان هو راجل نظيف، ما حدش يقدر يقول على سمير زاهر انه حرامي. لكن ممكن ان انا ارتكب مخالفات ماليه زي السرقه بالظبط. خد بالك لانه في النهايه ده مال عام. وكان في محادثه بيني وبين المستشار رضا عبد المحسن، انا برضه عايز اعرف الحقيقه. نعم. انا هشوف الورق. لو تبين لي ان هناك جرائم وليست مخالفات. طب استاذ مرتضى،
بالشكل القانوني لما يبقى في شيكات يجب ان يحصلها اتحاد الكره عند ابرام تعاقد مع اي شركه مثلا، ولم تحصل هذه الشيكات، مفترض تبقى مقبوله الدفع ولم تحصل ولم يتم اتخاذ اي اجراءات قانونيه، ده حضرتك بتسميه ايه بعد مرور 3 سنوات؟ انا بسميه ده اهدار الملعب. تمام. انا واضح في كلامي. تمام. لكن انا النهارده لو انا عندي شيكات عند اي جهه من الجهات، تمام، وكاله الاهرام للاعلان مثلا عند الدكتور وليد دابس، اي حد، تمام، ما هو كل جهه بتتعامل مع اتحاد الكوره، تمام، وانا ميعاد الشيك فات وما خدتش اجراء انا اتحاسب. تمام. لكن خدت اجراء وهو اللي مش عايز يدفع هو اللي بتاعه وليد. دي قصه ثانيه طبعا، تفتكر دي قصه تبقى في المحكمه بالظبط. بالظبط، واخد بالك؟ بالظبط. ده انا بكره هشوف طب معلش سؤال تاني، حضرتك طبعا كنت رئيس لنادي الزمالك ورئيس شرع منتخب زي ما انت بتحب ان يقال، او دي الحقيقه يعني التي تقال. لما بيحصل اي تسويات عندك يا استاذ مرتضى وانت كنت رئيس نادي الزمالك بدون يعني اموال لم يتم لها اي تسويات باي اوراق، وهذه الاموال تخطت ال 2 او 3 مليون جنيه. شوف انا اقول لك مفاجاه. نعم. جهاز مركزي المحاسبات بيفتش على نادي الزمالك من ساعه ما اتعمل جهاز مركزي المحاسبات. نعم. الفتره الوحيده الذي لم يجد فيها مخالفه واحده هي الفتره اللي مرتضى منصور كان رئيس نادي الزمالك. تمام. كده بيقولوا عندي طبعا، يعني هو كانت كلها قصص اداريه زي ما حاولوا يقولوها وقتها. انا عندي اداريه يا استاذ فاضل. ده واحد بيقول لك انا راح بعت لجنه عشان ما هو ده اللي مزعلني بقى احيانا، ما هو عشان كده شاكك عشان نشوف السور بتاع اللي مرتضى عامله حوالين الجناين، لقينا 10 صباط ناقصين. طب انا عامل السور كله على حسابي، يعني دي فلوس انا اللي حاسبني مراتي، مش هي دي القضيه. انا دخل دي في دي يعني. تمام. طب يا استاذ مرتضى عايز ان معلش، اذا في حاله ان في فلوس اتصرفت والفلوس دي ملهاش سندات ماليه، دي اسمه ايه قانونا؟ ده اسمه اهدار مال عام. تمام. تمام يا استاذ محمد، انا راجل ما بغيرش مبادئي. بالظبط، وده اللي قعدنا فيك يا استاذ مرتضى. على فكره اذا كنت انا يعني هبقى مع سمير زاهر واتحاد الكوره ابقى متطوع، اذا كان اللي باخد منهم فلوس موكلين باخد منهم فلوس بقول لهم كده، بقرا القضيه مش ماشيه بقول له لا شكرا مش عايز فلوس، لان ده انا بسميه مال حرام. خلاص؟ فانا بقوله ما بالك بقى اللي متطوع، يعني انا ما حدش عندي حاجه. لكن انا عايز اقول انا بكره هروح المجلس القومي، هلتقي هو النهارده مستشار رضا معطي اعتقد في الكويت راجع بالليل. تمام. هتقابل معاه بكره هشوف الورق. تمام. خلاص؟ والله لو لقيت ان اتحاد الكوره بريء انا مع اتحاد الكوره الى اخر نفس عندي من غير ما ولا مليم. لو لقيت الناس دي مدانه وهيشوهوا يعني تاريخي، انا طبعا يعني انا عايز اقول لك طبعا سمير زاهر صديقي وهنا بريده وانا يعني هو يعني صديقنا كلنا كلهم اصدقائنا، لكن انت عارف ان انا مش ممكن طول عمري من ايام ما كنت مثلا طالب في الجامعه ضد الفساد وحاجه غير مبادئي. لا عشان انا بس اعتبر زي ما انت عاتبتني كده يا استاذ مرتضى، اسمح لي اعاتبك. انا اعتبر في حاجه واحده، حضرتك قلت ان الناس دي اللي حسن صقر بعت التقرير من 48 ساعه، فازاي دلوقتي عايز الناس ترد او لما ما ردوش حولهم للنائب العام؟ سؤالك مظبوط. بص هو اللائحه بتقول ايه بقى؟ بتقول انت لما الاقي عندك مخالفات او ملحوظات ابعت لك بخطاب مسجل بعلم الوصول. تمام. اقول لك انت عندك المخالفات اللي هتبقى اديك مهله 30 يوم. تمام. انك انت تصححها او ترد عليا، ما ممكن تكون عندك صح. مظبوط. واخد بالك؟ مظبوط. لو عدت 30 يوم وما ردتش عليا انا من حقي بقى اعمل حاجتين. ايوه. الحاجه الاولى اوديك النيابه العامه في الشق الجنائي. تمام. الحاجه الثانيه ان انا احلك وده حقي القانوني. تمام. بالك؟ فاذا كنت انا قاري برضه دلوقتي بقول لك انا بسمع من طرف واحد وقريت في طب تسمح اقرا لك الورقه اللي في ايدي دي؟ لا انا عايز اقول ان راح له امتى المخالفات او الملحوظات. طب تحب اقراها لك وحضرتك قول لي التاريخ بس، انا عايز التاريخ. التاريخ اتحاد الكوره، ختم اتحاد الكوره الاستلام 10/11/2009، ورقم التسجيل في الاتحاد كان رقم 7080 والوارد 7421 على 3/11. طيب يا استاذ محمد كلامك مظبوط، بس انا عايز اقول لك حاجه. وعايز اقول ان معلش عفوا في الكفر ليتر اللي هو الورقه اللي استلموا بيها يرجى التقرب بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو عرضها على مجلس الاداره واتخاذ الاجراءات اللازمه لازاله هذه المخالفات واسبابها وموافاتنا بالرد في موعد اقصاه 30 يوما من تاريخه تطبيقا لاحكام المادتين 25 و45 من قانون كلامنا صح. مظبوط كلامك صح. انا بقى عايز اسال سؤال. ده انا بقول انت لو قلت لنا الحل. انا عايز اسالك سؤال. وانت ما سالتوش نفسك. اي من 11 لغايه دلوقتي انا ما ردتش عليك. لماذا لم تتخذ؟ لا دي مصر بقى. لا ما هو بقى بص دي مصر بقى، ما هي الكارثه، ما دي كارثه برضه. يعني ده السؤال، دي كارثه يعني علامه استفهام عشان انجولا وانتصارات، واحنا في الانتصارات بننسى المخالفات والمشكلات للاسف. انا دلوقتي لو انا راجل ابني نجح وحرامي دخل البيت سرق بيتي هقول له خلاص هسيبك في مصر؟ ده كلام مش مظبوط. في مصر لا كلام مش مظبوط. طب استاذ اقول لك كان الجواب راح شهر 11 فالاثنين مخطئين. المجلس القومي اخطا
واتحاد الكره اخطا. تمام. المجلس القومي اخطا انه ما خدش اجراء لو انا ما ردتش عليك في خلال 30 يوم بالظبط. ان في الحاله دي بقى عشان اقول لك بقى